ازيكم عاملين ايه؟ في السريع كده هنجرب بقى كبة ميانتا اللي انا قلت عليها قبل كده. هشوف فيها ان انا هقدر اعمل فيها كفتة رز ولا لا. هشوف البصل وهو بيطحن فيها، اشوف الخضرة، نشوفهم مع بعض دلوقتي. انا هعمل كمية فيها مش كبيرة، انا هعمل ربع كيلو لحمة كفتة رز يعني في البيت. انت بتعمليها ربع كيلو عليهم ربع كيلو لحمة، ده حسب كل واحد. في كيلو اللحمة عليه كيلو رز، او كيلو الا ربع رز حسب ما انت بتحبي، بس هو المقدار الصح اللي انا بحب اعملها الكيلو قصاده كيلو. فانا دلوقتي هعمل ربع كيلو لحمة مفروم اللحمة وهفرمها فيها، هشوف هتفرم اللحمة ولا لا معاكم، وهعمل الرز. طيب نشوف كده الحاجه اللي معايا. انا مش محتاجه ان انا اقول لكم مقادير الكفته، انا اهم حاجه ان انا اوريكم الكبه هتعمل ولا لا. ولكن انا معايا كوبايه رز هنا. الرز اللي هو طبعا معبى ده بيبقى برده نظيف، وانا هنا مش غسلاه ولا طحناه ومش غسلاه ولا نقعاه ولا الكلام ده، لا، لان انا هجرب طحن الكبه اصلا في الرز. تمام. فانا معايا ربع كيلو رز، يعني كوبايه رز كده. هبتدي ان انا احطها في الكبه، وهحط حبه حبه طبعا الاول عشان نشوف الكميه بتاعتها هتطحن حلو ولا لا. ده اول حاجه هستخدمها معايا. انا طبعا فاصله بس الصوت عشان الصوت ما يبقاش مزعج قوي وهي بتطحن، ولكن على فكره صوتها مش من الاجهزه اللي صوتها قوي قوي. في اجهزه بتبقى صوتها عالي قوي، هي الصوت بتاعها مش قوي قوي، ولكن هي طحنت. انا دلوقتي حطيت الكميه اللي قدامكم نص يعني دي كوبايه رز او ربع كيلو رز، حطيت نصه في الكبه عشان اشوف هيطحن ولا لا، وهوريكم الطحن بتاعه. طبعا زي ما احنا عارفين بشيل كده، لازم اشوف الزرار بتاعها. هشيلها من هنا كده، وهي ما شاء الله طحنت حلو جدا، يعني الرز جميل. في ناس ممكن تغسل الرز وتسيبه ينشف، تفرده ينشف بعد ما تغسله او تنقعه، تسيبه ينشف خالص وبعدين تبتدي تطحنه او تحطه على طول في المفرمه. لكن انا هنا حتى هوريكم انا حطيته على مصفى علشان لو هو فيه حاجه مكلكعه او كده هبتدي ان انا اصفيه. طبعا انا هنا لسه هحط بقيه الكوبايه وهوريكم في الاخر كله بيبقى ايه. طحنت الرز حلوه قوي، بصوا ناعم جدا. بدل ما بتجيبي الرز برضه وانت مش عارفه، مش مضمون محطوط عليه دقيق هل رز بس ولا لا، ولكن هي طحنته حلو جدا. وده رز مش مغسول لان المعلب بيبقى نظيف، ولو انت عايزه تغسليه هتسيبيه ينشف تماما. عايزه اوريكم بس البصله في خبر كان. بصي، يعني لو انت هتستخدميها لفرم بصل بس فهي برضو هايله. طبعا عينيا دمعت من البصل حامي قوي. ده البصلايه اللي انا عملتها، وطبعا انت لسه هنفرم معاها. عينيا باينه انا بعيط صح. دلوقتي هحط الخضره بتاعتي، هي شبت بقدونس كزبره، وهحط معاهم عندي كده هحط 3 فصوص ثوم، وممكن قرن فلفل طبعا لو حامي، او انا ما بحطش الحامي فهحطه فلفل رومي يدي الريحه فيها، وهنشوف هيحصل فيه ايه. بصوا بقى، انا حطيت بقى قلت هحط الخضره مع البصل كله اللي انا عملته، وهنا هبتدي احط كمان التوابل بتاعتي. كزبره معاهم بقى وهما بيتعملوا، كزبره، ملح، فلفل، كمون، انت بقى حسب ما انت عايزه، شويه برضو بودره ثوم كده. بقى انا فرمت البصل مع التوابل مع الملح بتاعي والحاجه كلها مع الخضره، وهوريكم بقى نازله شكلها ازاي. تمام. زي ما قلت العيب الوحيد ان هي مش كبيره، فمش هتاخد مني كميات كبيره مره واحده. ده البصل والخضره مع بعض بالتوابل وبالفلفل بكله نعمت تماما، وانت لسه هتضربيها بقى مع الرز مع اللحمه انا عندي ميزان فوازنه بيها كمان، واللحم مقطعه حتت صغيره، وتبقى لحمه ما تبقاش فكه قوي، تبقى متماسكه شويه جامده، تحطيها تبقى جامده عشان تفرم ما تبقاش ميه. تمام. زائد ان هي تبقى على قد ما تقدري تبقى حمراء. انا دلوقتي هجربها بقى هنا دلوقتي معاكم، هنشوف هتفرم اللحمه ولا هتحولها لنا لايه. انا هحط اهو، شايفين هي على قد ما هي كده مجمده. انا يعني بصوا حطيت الكميه فمش عارفه هتبقى كبيره ولا لا، تقريبا نص الكميه، وده اللي احنا عايزينه. بصوا ده اللي انا عايزاه،
اولا احنا هنعمل كفته رز. كفته الرز عايزينها تبقى ناعمه، مش لحمه اللي هي مفرومه، فانا اتكيت عليها. عايزاها تبقى المفرومه العصاج، فانت مش هتفضلي تعملي كذا تكه. تمام. بصوا، شايفين اللحمه في ايدي مفرومه تماما. دي بقى كان اللحمه اقل وكان فيها دهن، اللي هو الشغط اللي بيبقى على اللحمه، خلاص كان فيها ابيض، وانا دوست لغايه اما خليتها كريمي. لما دي اتفرمت قوي ونعمتها وخليتها كريمي، بصي لونها بقى عامل ازاي، كريمي يعني ناعمه ما فيهاش اي حاجه مكتله. هنا برضو اهي، ولكن ممكن اديها فرمه زي دي كده، ضغطه كمان وهتبقى كلها واحد. الشاهد من الامر ان هي بتفرم اللحمه، تنعمها لك للكفته، تنعمها لك لاي حاجه انت عايزاها تعمليها في البيت. هنبتدي بقى نحط كل حاجه على بعضها. هحط الخضره الاول عشان فيها توابل كده وتاخد، اعرف اقلبها كويس. طبعا المعلقه بتاعتها يعني على قدها شويه، فالسيليكون دي بتبقى احلى. خلاص، وهبتدي ان انا هنا احط كله على بعضه، واحط كمان اللحمه. بس بقلب الرز على الحاجه كلها. ولو حسيت ان هي انت بقى حسب ايديكي العجينه بتاعتك، عايزه لحمه تقدري تزودي حبه معاها صغيره، الرز قليل او الرز كتير انت هتقدري تحسي بايديكي ان انت هتعمليه. ولكن ان انا كنت عايزه اوريكي ان ميانتا تقدر تطحن ايه، فطحنت معاكي الرز، طحنت معاكي اللحمه، الخضره، وما بطلعهاش ميه. كده انا فرمتها كلها خلاص كده. يعني اخدتها بقى زي ما انتوا شفتوا، احنا عملنا كل حاجه لوحدها الاول، اولا عشان اوريكي هي بتطحن كل حاجه ايه، يعني لو البصل او خضره عشان تشوفيها لوحدها ايه. طبعا لو في منها اكبر، انا ما اعرفش هو في منها اكبر ولا لا، انا ما شفتش الا دي، فلو في منها الساعه الاكبر هتبقى برضو ظريفه. يعني سيبها بقى يعني ربع ساعه ولا حاجه بس تاخد تجميد في التلاجة، وبعدين نبتدي نشتغل بيها. كلت نص الكفته من قبل ما تتحط في الصلصه، وده الطبيعي. عشان كده بقيت اعمل كفته ناشفه تتاكل، وابقى عامله الجزء الثاني للصلصه عشان ما ازعلش وانا بعملها، يعني ابقى عامله حسابي. عظمه، مقاديرها زي الفل. بصوا الكفتايه، سيبكم من الصباع طالع معوج رايح شمال ويمين، انا بس انجزت فيها. والكفتايه فظيعه، مقرمشه من بره ومن جوه طريه زي الفل. الكفته مقدارها حلو جدا، واتعملت في البيت بميانتا من اولها لاخرها. حبيت ان انا اوريها لك، حبيت ان انا اقول لك، طبعا انا باكل، حبيت ان انا اقول لك ازاي بتفرم البصل والخضره، ما بتحولهاش لميه، ما بتحولش لاي حاجه لميه، وفرمت معانا اللحمه ازاي. شكرا، واشوفكم فيديوهات تانية على خير. واروح بقى الحق احط الكفته في الصلصه بدل ما تتاكل كلها.